السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى انا هقول لكم هعمل ايه من اول حاجات اللي بنعملها قبل رمضان. انا قلت لكم قبل كده ان رمضان ده للعبادة اقصى حاجة تعمليها، واكتر حاجة تعمليها في رمضان اهتمامك بعباداتك انتي، اهتمامك بعباداتك انت، وسيبي موضوع الاكل والتفريزات والقصص دي كلها تسهيل ربنا. والفيديو اللي عملته لكم قبل كده ان انت ما تهتميش قوي غير بالحاجات اللي هي مثلا ايه، اخزن صلصه تساعدني ان انا تسرع لي الاكل واطبخ على طول، والحاجات اللي هي البسيطه دي. لكن الاهم اهم حاجه ان انت البيت يكون متنظف ومتروق ومتخلصه من كل الكراكيب قبل رمضان. ليه؟ علشان يبقى عندك وقت لعباداتك، عندك وقت ان انت تقضي عباده اكتر ما وقت ممكن، اكتر وقت ممكن. واحنا اتفقنا مع بعض ان احنا ان شاء الله مع بعض باذن الله هنختم المصحف 3 مرات في الشهر. ده اتفاق بيني وبينكم في اللايف اللي انا كنت عاملاه من كام يوم، ان احنا ان شاء الله مع بعض بعون ربنا كده هنختم القرآن كل 10 ايام هنختم مرة، وهنتفق مع بعض باذن الله وهنتحدى وهنبدا. وفي ناس بتختم اكتر من كده كمان، لكن ما تضيعيش الوقت كله قدام مسلسلات وتقعدي طول اليوم في المطبخ وتقولي ما انا باخد حسنات على وقفتي في المطبخ دي، ما انا باخد ربنا بيأجرني على الوقفه في المطبخ دي. لا، ما انت مش تقعدي تعملي حاجات بزياده قوي وتقولي ما انا ربنا هيأجرني وربنا، لا. جوزك واولادك شغالين قرايه قرآن وشغالين صلاه وسايبينك انت في المطبخ. اعملي المعقول، اعملي دايما المعقول، اتفقنا؟ فمن اهم الحاجات اللي انت حاولي تعمليها الاسبوعين دول ان شاء الله هي انك تتخلصي من الكراكيب. حاجات كتيره جدا في البيت عندنا وفي المطبخ بالذات مش بنبقى فعلا محتاجينها ومكركبه لنا الدنيا وبس. فانت خليكي جريئه كده وارمي اللي انت مش عايزاه، او اديه لحد تاني. لو الحاجه دي ينفع نستخدمها اديها لاي حد تاني يقدر يستخدمها. انتوا شايفين انا فضيت هنا الضلفه اللي فوق دي ضلفه البلاستيكات عندي، نزلت كل البلاستيكات اهي قدامكم، وهبدا بقى ايه، افرز كل حاجه وهبدا اشوف ايه اللي انا عايزاه وايه اللي انا مش عايزاه واحده بواحده كده، وهرص الاحجام اللي كده مع بعض وهشوف. يعني انا العلب دي كنت بجيب فيها حاجات هي بصراحه بتنفع بتفيد، بس انا هبدا ارص بقى، لان طبعا ممكن اليوم بيبقى سريع والشغل سريع، فانت بتحطي من غير ما ترصي. نرص كل حاجه، واللي احنا مش عايزينه او حاسين ان هو فعلا بيكركب لنا الدنيا ومش بستخدمه انا هبدا طبعا ارميه. حاجه مثلا يعني انا العلبه دي كنت جايباها علشان الجبن الرومي والشيدر وكده من تبروير، حلوه جدا وبتحفظ فعلا الجبن، بس للاسف دلوقتي خلاص اصلا احنا بنجيب الكميات على القد بالظبط، ما عادش في كميات بتقعد في الثلاجه كتير لان اسعار الجبن ولعت جدا جدا جدا. فانا دي لقيت نفسي حطاها كده اصلا مش بستخدمها، وما عدتش بجيب كميات جبن احطها هنا اساسا. فدي انا هغسلها كويس جدا وهحطها كده، اغلفها في اي كيس واشيلها في مكان في اي حته بقى ايه تكون للحاجات اللي مش بتستخدم دلوقتي. فاحنا هنفصل كده مع بعض، تقعدي تفصلي الحاجه دي. مثلا انا لقيت نفسي دي ما استخدمتهاش بقالي يجي سنه ومحطوطه كده واخده لي مكان وكبيره وبس. لا، طب ليه؟ يبقى انا هاخد الحاجه دي اللي انا مش بستخدمها، عرفت ان انا مش بستخدمها، هركنها في رف الايه التخزين، الحاجات اللي بخزن فيها الحاجه اللي مش بستخدمها. وفي حاجات بقى مثلا ايه، يعني مثلا عندي مثلا علبه غطاها ضايع اصلا ملهاش غطا هرميها، ماشي. حاجه زي كده بدات تتشرخ من تحت هرميها، تمام. فهروق كل ده. وبعدين بعد ما تروقي كل البلاستيكات وتعرفي ايه اللي انت مش عايزاه، خشي بقى على الطاسات بقى، الدرج ايوه اللي في الطاسات، القلايات اللي باظت واتحرقت وانت اصلا ما عدتيش بتستخدميها، لكن حطاها برده في الرف. حطاها في الرف ليه؟ ما اعرفش، انا بسال نفسي زيكم برده. فهاتيها واديها لاي حد ممكن يستخدمها، او لو انت ما فيش حد، بعمل حركه كويسه ان انا بغلفها حلوه قوي قوي واحطها في باسكت الزباله، بس تكون متغلفه في كذا كيس، علشان ممكن في حد يكون مثلا ممكن تكون بالنسبه له دي حاجه يستخدمها، فيلاقيها نظيفه ويلاقيها ملفوفه في كيس زي ما هي، تمام. فاحنا النهارده بشجعكم ونبدا مع بعض، عشان انا هبدا اهو دلوقتي ان احنا نروق الكراكيب، نتخلص من كل الكراكيب. قد ايه الحكايه دي بتريحنا نفسيا لما تلاقي الدنيا راقت. فهنبدا بكراكيب الايه، كراكيب المطبخ، ده اكتر حاجه طبعا. اي حاجه علبه فاضيه هترميها، يعني انا لقيت وانا بعمل كده علبه كانت فيها بلح، علبه كرتون، طب انا شايله العلبه دي ليه؟ رميتها طبعا.
بعد كده ادخلي بقى على ضرفه الطاسات، وابداي شوفي الطاسات والصواني ايه اللي انت خلاص فعلا ما عدتيش بتستخدميها وبقالك سنين ما استخدمتهاش، اديها لصاحب نصيبها، هتاخدي ثواب، وكمان انت هتروقي عندك البيت بتاعك والدنيا هتبقى رايقه. بعد كده انا عندي طبعا الضلفه دي للخزين، اي حاجه بقى خزين، يعني المكرونه، شعريه، سكر، رز. انا طبعا بدات اطلع فيها لسه حاجات، بس انا بدات اطلع كل اللي فيها اهو اهو، علشان كمان اعرف انا عندي ايه وما عنديش ايه. تمام، يعني طلعت الاكياس كلها اهي، ولسه في هنا كمان حاجات هطلعها اهي، علشان ابدا ارص واعرف ايه اللي موجود عندي وانا محتاجه ايه اشتريه. والبوكسات دي بقى روعه يا جماعه. بصوا البوكسات دي انا عندي اكتر من بوكس حطاه في المطبخ اهو، دي بتشيل بقى كل حاجه. يعني البوكس ده انا عاملاه له السكر، تمام، بحط فيه اكياس السكر كلها، واخد منها كيس كيس وافضي في العلبه اللي انا بستخدمها، تمام. والعلبه الثانيه، البوكس الثاني ده للرز مثلا، وبوكس تاني للشعريه، هنا برضو بوكس عاملاه للشعريه ولسان العصفور، اللي هي الاكياس. ساعات بتروحي السوبر ماركت تلاقي حاجه عليها عرض، يعني مثلا ثلاثة مع بعض تاخدي، يعني تشتري 2 وتاخدي 1 عليهم هدية. بتجيبي العروض دي بتنفع جدا جدا. وطبعا لسان العصفور والشعرية والمكرونة والرز والسكر كل ده لازم يكون موجود في البيت على طول باستمرار، وربنا يجعل بيتكم كلها عامرة بالخير كلها يا رب ان شاء الله باذن الله. الدقيق عاملة بوكس برضه هنا كده للدقيق لوحده، والملح. فالبوكسات دي بتلم لك الحاجه وما تخليش الدنيا منكوشه. فانا هروق برضو الضلفه بتاعه الخزين دلوقتي حالا علشان افوق كده واحس حاجتي منظمه قبل رمضان، وعندي ايه وما عنديش ايه. وهامله بقى العلب، استنوا جايبه علب جديده اوريها لكم. بصوا بقى العلب الجميله العسل دي لسه شاريها جديده، لسه شارياها جديده. رحت رنين، هي موجوده من زمان يعني، بس انا ما كنتش متشجعه ان انا اجيبها، كنت حاسه ان هي ممكن ما يكونش ليها قيمه قوي او لازمه قوي، بس بصراحه لقيتها عمليه يا جماعه جدا ورخيصه خالص خالص خالص. يعني دي تقريبا الحجم ده كان ب 18 جنيه او ب 20 جنيه تقريبا، 20 جنيه يعني مش حاجه، وحاجه بلاستيك هتعيش العمر كله. بصوا هي ليها الغطا ده كده، ودي انا عملت دي للشعريه، بدل كيس الشعريه اللي بيبقى مفتوح وتقعدي تعملي بمشبك او يدلق ويقع منك وتيجي تعملي الرز بشعريه تحطي من الكيس وترجعي تاني. دي فكره فظيعه فظيعه. بتفتحي من هنا اهي وبتمليها الشعريه، بتفضي كيس بقى و2 وتقفلي، وبعد كده بتستخدميها بقى من الفتحه بتاعتها اللي فوق دي. تحفه في الاستخدام يا جماعه بجد، تحفه 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 اهي، وتحافظ على الحاجه. وليها الغطا ده طبعا عشان مفيش حاجه تدخل من هنا، بتغطي. جبت عملت واحده للشعريه وواحده للسان العصفور. الحجم الصغنطط ده عجبني جدا، ولقيت الحجم الاكبر ده، الحجم الاكبر شويه كان مكتوب عليه ده 2.5 لتر برضه، هي نفس الفكره بالظبط، 2.5 لتر. ده عملته له السكر، لان طبعا برضو بنفتح كيس السكر ونملى العلبه بتاعت السكر اللي بنستخدمها في المطبخ، ويفضل كيس السكر ينام يمين وينام شمال. مع ان انا الحاجات اللي انا وريتها لكم قبل كده دي جميله برضو بتحافظ لي على الحاجه، بس الفكره دي احسن، اللي هي الباسكتات دي قلت لكم قبل كده، وريتها لكم قلت لكم انا بحط فيها الاكياس، اكياس المكرونه، كيس الشعريه، الحاجات المفتحه. لكن بصراحه لما لقيت العلب دي عجبتني جدا جدا وجبتها. هتلاقوها في اي سوبر ماركت او عند اي حد بتاع بلاستيكات، منظمالي ضلفه المطبخ بطريقه لا تتخيلوها، مسهلالي الشغل في المطبخ. جاري افتح العلبه بدل الكيس بقى والكلام ده. فدوروا عليها وهاتوها، مش مكلفاكوا حاجه، وفي نفس الوقت ايه، منظمالك المطبخ ومشيكه المطبخ وشكله شيك كمان وسهله في الاستخدام. فانا هبدا افضي بقى، عامله واحده شعريه واحده لسان عصفور، وبتاعه السكر افضي هنا في العلبه بتاعتي اللي بستخدمها وارجع اعملها تاني. وايه واديكم شايفين كل ده هبدا المه بقى واظبطه واعمله. ده اللي هتعمليه قبل رمضان، ترتيب مطبخك عشان طول رمضان نبقى فاضيين ورايقين خالص للعبادات بتاعتنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك بقى عشان تشجعوني اعمل لكم حاجات تاني كتيره جدا، وان شاء الله اشوفكم الفيديو القادم. ولو عايزين اي حاجه قولوا لي في الكومنتات. السلام عليكم.